هو ليه الناس الاغبياء فاكرين نفسهم اذكياء؟ يعني مثلا لو قلت لواحد صاحبك انت غبي يالا، هيقول لك ده ناس كام اللي خلفوك. المشكله انه فعلا بيكون غبي بس ما بيكونش عارف انه غبي، وعلى العكس تماما بيكون عنده اعتقاد انه ذكي جدا، وانك مهما حاولت تقنعه بكده عمره ما هيقتنع. ما هو اصل انت عاوز تقول لي ان غبي؟ لا انا مش غبي، انا بفهم ودماغي شغاله. والمشكله انك ما بتقدرش تقنعه بوجهه نظرك، ودايما عنده رد لكل حاجه، لحد ما في الاخر بتقول له يا عم حقك عليا انا اللي غبي و60 غبي، انت اذكى واحد في الدنيا دي كلها. وطبعا لازم يكون في تفسير للكلام ده، ونرجع تاني لنفس السؤال، هم ليه الاغبياء فاكرين نفسهم اذكياء؟ هقول لك ان على مدار 20 سنه فاتوا حاولوا اتنين من علماء النفس الاجتماعي الاجابه على السؤال ده، دافيد دانينج وجاستن كروجر. دافيد قرر انه يعمل البحث بتاعه سنه 1996 لما عرف ان في حرامي دخل يسرق بنك في وسط النهار من غير ما يلبس حتى قناع على وشه. هو في الحقيقه كان في حاجه على وشه فعلا، بس الاكيد انه ما كانش قناع. هتقول لي امال حاطط على وشه؟ ما انا شايفه عاد اهو مش حاطط حاجه. هنا بقى عزيزي المشاهد اسمح لي اقول لك انك مش ذكي، لانك ما خدتش بالك انه متنكر وحاطط على وشه عصير ليمون. الاول مشكله انه كان فاكر انه كده متنكر فعلا ومحدش شايف وشه، وخلص عمليه السرقه بتاعته وروح على بيته. مفيش 5 دقايق والشرطه جات له على البيت وكسروا الباب ودخلوا. قال لهم فيها يا جماعه انتوا ازاي تكسروا الباب بتاع كده وجايين عندي ليه؟ اصلا انا ما عملتش حاجه. يا راجل يعني مش انت اللي سرقت البنك من شويه؟ لا مش انا ما بعرفش اسرق اصلا. طب وبالنسبه لكاميرات المراقبه اللي صورتك ووشك كان ظاهر فيها، ايه ده هو وش ظهر؟ تخيل بقى. غريبه بس انا كنت حاطط على وشي عصير ليمون، ازاي وشي ظهر في الكاميرات؟ يبقى اكيد الليمون اللي انا حطيته على وشي كان مضروب. طب يلا بقى علشان اتاخرنا على السجن. طبعا انت مستغرب دلوقتي وبتقول لي هو الراجل ده دماغه تعبانه ولا كان شارب حاجه قبلها مأثر عليه؟ هقول لك ان عصير الليمون بيتم استخدامه كحبر سري في الكتابه على الورق، وعلشان الكلام اللي كتبته يظهر لازم تمشي الورقه على نار خفيفه. علشان كده كان فاكر انه لما يحط على وشه عصير ليمون وشه هيختفي ومفيش حد هيشوف ملامحه. والعالم دافيد وجاستن اتعاونوا مع بعض علشان يفهموا الموضوع اكتر، اختبروهم في التفكير المنطقي والمشكلات والعمليات الحسابيه وحتى خفه الدم. كل واحد فيهم جاوب بطريقته، وكل واحد فيهم برضه كان فاكر انه احسن من التاني، مع ان معظمهم اصلا جاوب غلط، بس على العكس كانوا معتقدين انهم صح. وفي النهايه عرفوا ان كل واحد شايف نفسه كويس جدا ومفيش فيه اي غلطه. وكان في استطلاع راي العالم نفسي سنه 1980 سالوا فيه كل السواقين الامريكان عن قدرتهم في السواقه، و93% منهم قالوا ان سواقتهم كويسه جدا، مع انه وقتها اصلا اكتر من نصهم ما كانش بيعرف يسوق كويس. وفي دراسه اتعملت قبلها بسنه علماء النفس عرفوا ان دماغ الانسان بيحاول يخليه افضل واحد في وسط كل الناس حتى لو ما كنتش الافضل فعلا. ولو انت بتسمع ماتش كوره والفريق بتاعك كسب هتقول الله عليه ده مفيش منه اتنين، انما بقى لو خسر هتقول اللعيبه ما كانتش بتلعب كويس، مع ان ممكن يكون الفريق اللي ضده اصلا احسن منه بكتير. ولو انت بتشتغل ومديرك اداك فلوس هتقول له كتر خيرك ده زياده الخير خيرين، انما بقى لو خصم منك فلوس هتقول عليه ده راجل نتن وبخيل. حتى لو انت سايق عربيه وماشي على سرعه 100 وجت عربيه بسرعه من جنبك ماشيه على سرعه 200 وعدت وسبقتك، هتقول الله يخرب بيتك ماشي بسرعه كده. ولما تعملوا حادثه ترجعوا تزعلوا، المفروض يمشي على مهله شويه. وعلى العكس بقى تماما لو انت ماشي على سرعه 100 وواحد تاني ماشي على الطريق بسرعه 60، هتستغرب برضو وتقول هو الراجل ده راكب عربيه ولا عجله؟ ده حتى العجله اسرع منه، ما هيزود السرعه شويه مش هيخسر حاجه ولا خايف على البنزين. العقل احيانا بيشتغل بطريقه تساعدك انك ما تخسرش حتى لو كنت غلط. ولو دخلت في نقاش مع صاحبك على حاجه انتوا الاتنين مختلفين عليها وصاحبك كان اذكى منك فعلا وقدر يقنعك بوجهه نظره، فدماغك بيحاول يطلع مبررات بسرعه واسباب علشان تثبت ان انت الصح، وده كله بس علشان ما تبانش عبيط قدامه ويقول عليك انك غبي. فدماغك دايما بيحاول يحافظ على ذاتك واحترامك بين الناس حتى لو كان واضح جدا انك انت اللي غلط. فدماغك برضه هيفضل يشتغل على الجانب السلبي ويقنعك بكلامك علشان تصدق انك انت اللي صح. ولو مستغرب فصدقني في ناس كده كتير. والمؤلف دايل كارنيجي قال في كتاب كيف تكسب الاصدقاء اللي عملوا ما تجادلش اي حد في نقاش طويل لان عمرك ما هتكسبه في صفك. وطبقا لدراسه اتعملت مفيش غير واحد بس اللي هتقدر تقنعه من كل 10 هتدخل معاهم في نقاش حاد. علشان كده معظم الناس الاذكياء اللي عندهم خبره طويله في العلاقات ما بيدخلوش في مناقشه طويله مع حد، لانها بعد ما تخلص كل واحد فيكم هيتمسك بفكرته اكتر حتى لو كانت غلط. بس ده برضو ايه علاقته بان الاغبياء فاكرين نفسهم اذكياء؟ هقول لك ان الاشخاص الاذكياء دايما هتلاقيهم شغالين في المجالات العلميه واللي بتحتاج شويه ذكاء، وغالبا بيكون في اللي اذكى منهم هناك، ودايما في منافسه مستمره بينهم في الشغل. فلما واحد يتفوق على واحد مثلا فالتاني بيحس انه غبي ويسال نفسه هو انا غبي ليه مش ذكي زي زميلي في الشغل، على عكس الشخص الغبي تماما وده هتلاقيه بيشتغل شغلانه عاديه ومش محتاج انه يشغل دماغه اصلا، وزمايله في الشغل كلهم طبعا زيه، فما بيتحطش في مواقف اصلا وتبين انه غبي فعلا. وطبعا ذكائه كل يوم بيقل عن اليوم اللي قبله لانه اصلا ما بيشغلش دماغه، ومع الوقت بيتعود على كده ويعتقد انه انسان ذكي، بس في الحقيقه هو بيتحول من شخص غبي لواحد معاه دكتوراه في الغباء. ولحد هنا بينتهي الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه. سلام.